فيلمنا بيبدأ مع باد اللي المفروض انه شغال عامل تنظيف حمامات سباحة، لكن هو في الواقع شغال شغلانة اخطر من كده بكتير جدا، الا وهي انه بيصطاد مصاصين دماء. وبعد ما حس ان الجو بقى امان جهز نفسه ورتب اسلحته وشد حزامه ودخل على بيت واحد من المفروض انها مصاص الدماء، وامن نفسه بفخ بيحطه على الباب، وده يعتبر من اساسيات المهنة بالنسبة له. وبعد كده بدأ يبحث عن هدفه لحد ما هي اللي شافته قالت له انت بتعمل ايه في بيتها يا جدع انت، وهو رزعها طلقة شوت جان كأنها ازيك يا امي. طبعا انتوا استغربتوا، لا اصبروا لانكم هتستغربوا اكتر لما تعرفوا انها ما ماتتش اصلا وقامت على هيئة مصاص الدماء ورجعت تاني زي الفل واحسن من الاول بكتير. وكمان هجمت على باد اللي كان مصدوم لانه ما شافش مصاص الدماء بالقوة دي قبل كده. وبعد معركة صعبة بدت تصب بإزازة في كتفه فجرحته، لكن دي كانت اصابة عادية، اصابة شغل، اصابة عمل عادية خالص. فشال الازازة اللي فيها دمه ورماها على الارض وقام يكمل معركته مع الحرمة السعرانة دي. والمعركة كانت مرعبة ومليانة فنون قتالية، وبد بصراحة عمل معاها الصح، لكن كانت رافضة تموت بأي شكل من الأشكال ومفيش حاجة بتأثر فيها، وعشان يخلص منها وقعها على الأرض وقطع راسها خالص فماتت. وفي الوقت ده صاحبها اللي كان بره حس بحاجة غلط فتحول لمصاص دماء ودخل عشان يمصمص باد، لكن الفخ اللي معمول على الباب خلص عليه وطير راسه. وبدأ قال إن الفخ ده دايما بينجح في إنه ينفذ شغله. وبعد ما خلص عليهم خلع أنيابهم عشان يبيعها لأنه هو ده مصدر دخله، يعني هو ده أكل عيش، هو بياكل عيش من بيع أنياب مصاصين الدماء. يعني هو الواحد والله طول ما هو عايش هيسمع عن مهن عمره ما سمع عنها قبل كده. المهم ان دي بقى اسمها اودري، والمفروض انها ملكة مصاصين الدماء في المدينة دي. وللأسف في مصاص دماء كان مزعلها فدفنته وهو عايش بطبقة من الخرسانة المسلحة عشان ما يكونش ليه اي فرصة للخروج تاني. وبالمناسبة محدش في المدينة يعرف انها مصاص الدماء، والمفروض انها شخصية مهمة في المدينة وبتخدم الشعب وكمان الكل بيحبها. المهم ان باد بعد ما خلص مهمته راح لبيته الامن علشان ينظف نفسه من اللي اتعرض له وكمان ينظف الجرح بتاعه. وبعد كده راح لبنته اللي بقالها ساعة مستنية عند المدرسة، وده لانه طبيعي بيتأخر عليها في كل مرة. وبعد ما رجعها للبيت عند جوس امها اللي هي طليقته برضو، اكتشف ان جوس ناوية تبيع البيت لانها هتسافر وتسيب المدينة علشان تبدأ حياة جديدة في مكان مختلف، وده لانها مش عارفة تلاقي شغل وما معهاش فلوس تودي بنتها المدرسة. وبدأ توتر من اللي سمعه لانه كده هيتحرم من بنته. وبصراحة انا شايف انه هيخسر جوس برضو، يعني هو بصراحة هيخسرها جامد، لكن احنا مش هنركز في النقطة دي، هو بدون ما نركز هو برضو هيخسرها بس مش مهم يعني. المهم ان بدأ علشان يصلح الوضع قال لها اديني اسبوع واحد مهلة علشان اجمع لك كل الفلوس اللي هتحتاجيها وما تبعديش بنتي عني. فوافقت، وبكده بقى عنده مهمة وهي انه يجمع $10,000 في اسبوع واحد. وكبدها راح لصاحبه تروي اللي بيتاجر في انياب مصاصين الدماء علشان يبيع له الانياب اللي هو جمعها. والمفروض ان تروي ده صاحبه، هو صاحبه لكن وقت الشغل ما يعرفش ابوه لانه مستغل الدرجة فوق الوصف. وبعد ما شاف الانياب عرف ان سعرها غالي، لكن عرض عليه سعر قليل جدا من باب الاستغلال، وده لانه عارف ان باد محتاج فلوس فممكن يبيع باي سعر. غير طبعا انه كمان مش هيلاقي حد يشتري منه الانياب لان باد عامل مشاكل مع كل تجار الانياب دي، فهو كده شايف انه بيضغط عليه بالطريقه. وباد رفض يبيع له الانياب بالسعر ده وباع بدلهم مسدس. وتروي لانه مستغل خد الكوتشي بتاعه فوق البيعه. واودري ملكة مصاصين الدماء راحت عشان تزور بنتها، لكن اتصدمت لما لقيتها مقتوله وراسها جنبها. ومحدش يقول لي دي ازاي بنتها لانها ولدتها وهي بشريه. وبعد كده مصاصين الدماء خطفوها وحولوها، ولما بقت قائده ولا بقت قويه رجعت تاني لبنتها وحولتها، لكن كانت بنتها بقت عجوزه خلاص. وطبعا بعد ما حولتها خلاص بقى فضلت على هيئتها العجوزه. المهم ان هي بنتها وخلاص، اهم حاجه انها بنتها. وعشان بنتها ميته قدامها هي كده حست بالحزن بقت ليله ام سودا، وده لانه دخل لعش الخفافيش برجله. واللي زاد الطين بله انهم مسكوا طرف الخيط، وده لانهم شموا ريحه دمه اللي على الازازه اللي جرحته في المعركه وعرفوا هيوصلوا له ازاي. وبعد ما كانش يعرف المصيبه اللي هو بقى فيها، وكان كل همه انه يجمع المبلغ المطلوب منه. فراح يقابل بيج جون صاحبه وكمان صائد مصاصين دماء زيه، وطلب منه انه يتوسط له عند اتحاد مصاصين الدماء ويرجعه تاني يشتغل تبع الاتحاد، وكمان يقدر يبيع الانياب اللي هيجمعها في الاتحاد. وبيج جون وافق يساعده وخده دخل عند مدير الاتحاد اللي كان مصمم ما يقبلش بوجود بات في الاتحاد تاني، وده لانه استاذ في مخالفه القواعد والقوانين، لكن ما عرفش يرفض كتير لانه ما بيقدرش يرفض طلب لبيج جون. ووافق لكن بشرط واحد، وهو لو بات خالف القواعد والقوانين مره واحده ولو بالغلط هيطردوه من الاتحاد
الاتحاد للابد. وبات فرح بالفرصه دي وراح يبيع الانياب اللي معاه في متجر الاتحاد واشتروهم منه ب $10,000. لكن قبل ما يفرح وياخدهم الموظف خد منهم $5,000 رسوم انضمام للاتحاد وكمان شويه مصاريف اداريه بحوالي $3,000 وبكده ما عادش باقي معاه غير $2,000. وطبعا بات ما بقاش طايق يشوف الموظف اللي خصم منه كل الفلوس دي ونفسه يعمل له عاهه مستديمه. والفرصه جات له لحد عنده لان المدير دخل عليهم وقال لبات هو ده الموظف اللي هيساعدك في العمل الميداني بتاعك في صيد مصاصين الدماء. والموظف ده اسمه سيس وكان مرعوب من الفكره لانه شغل مكتبي وكمان ما بيعرفش يقتل صرصار، ازاي هيقتل مصاص دماء؟ وحاول يطلب من المدير يرجع في كلامه لكن المدير قال له لازم تنزل معاه علشان تراقبه عشان لو اخترق القانون باي طريقه تعرفني وهنطرده وبعد كده هرقيه. وسيس كان مرعوب لكن بعد ما سمع كلمه ترقيه وافق وهو مرعوب برضه. ومع اول يوم شغل ليه بات حب يستقبله فلبسه في ازاز العربيه. المحبه دي والله ما حدش بيقدر يشتريها بفلوس. المهم لما بات حب ينزل علشان يقتل شويه مصاصين دماء سيس قال له انا هستناك هنا في العربيه علشان ما حدش يسرقها. وفي نفس الوقت تروي وهو قاعد في محله عادي سمع صوت ضرب نار كتير وفجاه في واحد من رجالته اترمى عنده بطريقه مش لطيفه فكان هيفكر يخاف لكن ما لحقش وده لانه اودري دخلت عليه بسرعه كبيره لدرجه انه ما عرفش يشوفها لحد ما لزقت له ايده في المكتب فاتصدم وسالها ازاي قادره تتحركي في الشمس فما ردتش عليه ولقيته معلق ناب مصاص دماء في رقبته فقالت له تصدق زعلتني. لا بجد انا زعلت. لا انا زعلت والله، انا زعلت قوي كمان. طبعا مش هقول لكم هي عملت فيه ايه بس اهم حاجه انها عرفت تاخد منه المعلومات اللي هي محتاجاها ومن المعلومات دي عرفت ان باد هو الشخص اللي قتل بنتها وباد دخل لمكان المفروض ان فيه مصاصين دماء وكانوا بيتغذوا وقتها فخلص على كام واحد منهم بكل بساطه وفي واحد هجم عليه ودخلوا في معركه مع بعض وسيس وهو قاعد بره مديره اتصل عليه وساله ايه الاخبار فقال له انا قاعد بره وباد بيصطاد شويه مصاصين دماء جوه. هو المدير اتضايق منه وقال له لازم تدخل معاه علشان تراقبه وتشوف لو اخترق القوانين عشان نطرده بسرعه ونرقيك بسرعه. وسيس لانه كلب ترقيه سمع الكلام ودخل ورا باد فشافه هو في معركته مع مصاص دماء فخاف وما عرفش يساعده باي حاجه لحد ما باد قال له لو ما ساعدتنيش دلوقتي هتكون انت التحليه بتاعتهم فساعده واداله السلاح فقتل بيه مصاص دماء. وسيس لما شاف كده اعصابه ثابت فتسبب في ان في حاجات تانية ثابت وغرق الدنيا ميه وباد علشان يواسيه قال له ما تقلقش كل اللي شغالين نفس الشغلانه دي عملوا كده في اول يوم ليهم. وسيس فرح وقال له يعني انت غرقت الدنيا كده برضو؟ فقال له تصدق انك عيل خنزير وبشخه، انا كنت بواسيك بس يلا انت ما تستحقش ان اواسيك، يلا يا دي الكباله في الشنطه عشان ما توسخليش العربيه. ولما وصلوا لبيته نزل ونسي ياخد معاه المذكرات بتاعته وباد لما شافها اكتشف ان سيس كاتب عليه اكتر من 10 قوانين هو اخترقها فتعصب وراح للبيت الامن بتاعه وهناك قابل بنت اسمها هيذر وساكنه جنبه جديده فتعرف عليها بسرعه وتاني يوم راح خد سيس اللي اول ما ركب معاه قال له ايه كل المخالفات اللي انت كاتبها عليا دي وقال له انت لو ما كنتش دخلت ورايا ما كانش هيحصل لك حاجه وبعد كده طلب منه يصبر عليه لحد يوم الاثنين علشان يجمع الفلوس المطلوبه منه وبنته ما تروحش من بين ايديه وقال له بعد كده يقدر يسلم كل مذكراته للمدير براحته لانه لو سلمهم دلوقتي بدا هيطرد من الاتحاد تاني ومش هيعرف يساعد بنته. وسيس لانه انسان بقلب طيب وافق يدي الباد مهله لحد يوم الاثنين وباد خده وراحوا عند تروي صاحبه المستغل علشان يشتري منه شويه اسلحه لكن لما دخل اتصدم بانه شاف كل اللي موجودين في المكان اموات وكمان تروي ميت واسم باد مرسوم على المكتب بسنان تروي فخدوا الاسلحه اللي هم عاوزينها وخرجوا من المكان بسرعه وبالليل باد رجع لبيته فشاف واحد شكله مريب قاعد عند هيزر اللي ساكنه جنبه جديده وسمعه وهو بيقول لها لازم تخليها تطمن لك فشك انها وراها حاجه مش طبيعيه. وتاني يوم خد سيس وراها عند مبنى مليان مصاصين دماء وكان سعيد لان عددهم كبير وبكده هيجمع فلوس كتير لكن قبل ما يدخلوا البيت في 2 من صيادين مصاصين دماء وصلوا وكانوا رايحين لنفس البيت فاتفقوا مع بعض انهم هيهجموا على البيت مع بعض والارباح اللي هتطلع منه هيقسموها بالنص فوافق وبداوا يجهزوا نفسهم بكل الاسلحه اللي يحتاجوها واتحركوا عشان يروحوا للمعركه المنتظره. واول ما دخلوا كبدايه خلصوا على 3 من باب التسليه وبعد ما سخنوا بيهم دخلوا على الباقي وكان جيش عملاق من مصاصين الدماء ومتجمعين كلهم في بيت واحد لدرجه ان كل واحد من صيادين مصاصين الدماء كان عنده عدد كافي من مصاصين الدماء علشان يقتل فيهم براحته وكمان يحس انه اشتغل حلو في اليوم ده يعني اللي هو يوصل لمرحله يقول انا كده جبرت معايا لمي لي بقى الكمين ده. وبعد معركه طويله في مصاص الدماء راحت لسيس فما عرفش يقتلها لان سلاحه مقفول بزرار الامان والحاجه الوحيده اللي هو عارف يعملها انه غرق الدنيا ميه تاني. والاثنين الاخوات دول كانوا بيتسابقوا مين فيهم قتل اكتر من التاني وفي نفس الوقت بات شغال قتل بكل انواع الاسلحه لحد ما خلصوا على جيش كامل وبعد كده ساعدوا سيس وخلصوا على البت اللي خلته يغرق الدنيا ميه وبكده بقى معاهم جيش من مصاصين الدماء اللي هياخدوا انيابهم ويبقوا اغنياء. لكن بنطلون سيس المبلول شغلهم اكتر من الغنيمه اللي جمعوها فقال لهم لا عادي انا بنطلوني متعود على كده ما تشغلوش بالك ما نشغلش بالنا يا عم انت ما ينفعش احنا هنجيب لك حفاضه في المهمه الجايه. وفجاه في واحد من مصاصين الدماء ظهر وحاول يهرب وبات ضربه طلقه لكن قام تاني وهرب في الشمس عادي يعني.
يعني. وبدأ قال لهم ما تستغربوش لان اليومين دول مصاصين الدماء بقوا بيستخدموا نوع كريم قوي واقي من الشمس. وبعد ما خلص مهمته راح لبنته وخدها علشان تحضر حفله عيد ميلاد صاحبتها، لكن وهو في الحفله جاله مكالمه من رقم مجهول. ولما رد اودري قالت له انا كنت ببحث عنك من بعد ما تروي صاحبك قال لي ان انت اللي قتلت بنتي، واحب اقول لك ان النهايه ان انت هتنحني قدامي وتتوسل لي علشان ما اقتلش زوجتك وبنتك قدام عينك. انت خدت كل حاجه مني وانا هاخد كل حاجه منك. وفجاه الشخص اللي كان قاعد مع هيزر فات من قدامه وهو شكله مش ناوي على خير خالص. وبد راح بسرعه خد بنته وركبها العربيه وحط لها الهيدفون وقال لها العبي وما تركزيش معايا. والشخص اللي عامل غامض هو اول واحد مات لانه حب يعمل غامض بزياده. وبيج كانت بتلعب في الايباد وابوها بيلعب في الحقيقه. والمطارده كانت قويه جدا وصعبه وفي مصاصين دماء كتير كانوا بيطاردوه من كل اتجاه، وبد قتل منهم كتير جدا في المطارده دي. وبيج لما خلصت لعبتها بدات تركز مع ابوها وشافت اللي بيحصل وكانت مندمجه معاه قوي ومبسوطه باللي بيحصل، فشجعت بد انه يعمل اداء افضل من الاول وخلص على باقي اللي بيطاردوه وراح بسرعه لبيت مراته علشان ياخدها ويهربوا. لكن اودري كانت مستنياه هناك وقبضت عليه وخلته ينحني قدامها فشتمها. فقالت له عادي ما هو صاحبك سيس قال زيك كده برضه وده جزاؤه. وبدا اعتذر لمراته وبنته قال لها انا مش عارف اوضح لك الموضوع ازاي بس هو انت مش هتصدقيني، وانا في الحقيقه مش شغال بنظف حمامات سباحه، انا شغال صياد مصاصين دماء ودول بقى اللي ماسكينك مصاصين دماء. فقالت له يا راجل قول كلام غير ده، انا عارفه انك كداب بس مش للدرجه دي. فظهروا لها انيابهم وفي الوقت ده هي صدقته لانه تقريبا كده دي اول حاجه انطقها حقيقيه من ساعه ما عرفته. واودري خدت جوس وبيج وقالت لباد انا هحول بنتك وهخليها تتعشى بامها. وكان نفسي تحضر الكلام ده لكن للاسف صاحبك سيس لما يفوق هياكلك على العشاء، وده لانه هيكون جعان جدا لان هو الواحد في الاول كده بيبقى جعان جدا. وبعد كده ضربوه على راسه فاغمى عليه. ولما فاق لقى سيس قدامه فايق هو كمان، وسيس ما كانش لسه عارف انه بقى مصاص دماء. وبد قال له بص في المرايه، وسيس لما شاف انيابه في المرايه عرف انه بقى مصاص دماء. وقال لي بد انا حاسس اني شايط من جوه، انا حاسس بحماس، حاسس اني شارب كرتونه ريد بول وهطير. وفجاه قال له انا حاسس اني جعان، وهجم على بد اللي كان مجهز سلاحه وطير راس سيس وهو حزين جدا. وقال له يا سيس يا اخويا كان لازم تهجم عليا يعني. وحب يعتذر له لكن سيس طلع لسه ما ماتش وعينه بصت لبد وقال له انت قتلتني بجد يا جدع، ده فكرت ان احنا اصحاب. فقال له انت هجمت عليا يا ابني ودي ردة فعل طبيعيه. وسيس قال له تصدق عندك حق، خلاص سامحتك. وبعد كده بدا يكلم جسمه وقال له يتبع صوته علشان يوصل لراسه ويرجعها تاني على جسمه، وفعلا عمل كده. وبد كان بيشوف المنظر ده وهو مصدوم ومش مصدق نفسه، وخاصه لان سيس قام عادي خالص وعايش لكن كان محتاج يمسك راسه علشان ما تقعش. وبعد كده بد خده في العربيه لكن هم ماشيين كلوا مطب فطير راسه تاني ورجع ظبطها بسرعه. وبد راح لجارته اللي شك فيها فقالت له انها مش ناويه تاذيه وما كانتش موافقه تاذيه، وان اودري هي اللي حاولتها عشان تتقرب منه وتقتله. وقالت له ان اودري بتعمل معاه كده لانه قتل بنتها، وقالت له انها مستعده تساعده علشان يرجع مراته وبنته. وبعد كده ساعدت سيس بانها ادته دم يشربه علشان رقبته تعرف تلم تاني وترجع سليمه. وقالت لباد ان سيس قوي لان اودري هي اللي حولته فخد جيناتها القويه. وكمان قالت له انها قويه زي سيس لان اودري هي اللي حولتها برضه، وكده هما الاثنين بقوا معاهم نفس الجينات القويه. وجهزوا نفسهم بالاسلحه اللي يحتاجوها واتحركوا هما الثلاثه مع بعض وراحوا لمقر اودري وبداوا يقتلوا في كل مصاصين الدماء الامن اللي عندها. وسيس كان مبسوط جدا بقوته الجديده وبيقتل كل اللي بيقابله وهو مستغرب ومش مصدق نفسه، لحد ما فجاه اتحاصروا بجيش كامل وما عرفوش يتصرفوا ازاي. لكن المساعده وصلت وكانت عباره عن الكاوبوي اللي ملوش حل بيج جون، وهو محمل بالمتعدد اللي بيضرب 100 طلقه في الثانيه وخلص على كل اللي محاصرينهم بكل بساطه. وبعد كده اتقسموا الفرقتين وبد نزل مع بيج جون عشان ينقذ بنته ومراته، والاتنين مصاصين الدماء دول راحوا يقتلوا شويه من الحراس علشان يامنوا ظهرهم. وبيج جون كل ما يقابل جيش يقتله بكل بساطه بسبب السلاح بتاعه. ولما سلاحه فضي نزل لعب شويه تمارين على واحد تاني، وبعد كده جددوا اسلحتهم علشان يكملوا معركتهم. وفعلا قابلهم عدد كبير من مصاصي الدماء وكانوا بيقتلوهم بكل بساطه لحد ما في مصاص دماء ظهر من وراهم وعض بيج جون في رقبته لكن مات بعدها، وده لانه يعني يعتبر هزر مع الشخص الغلط. وبيج جون طلب من باد يروح ينقذ مراته وبنته وهو هيأمن ظهره لانه كده يعتبر اتحول خلاص. وبعد كده بدأ يقتل في مصاصين دماء كتير قدامه. وبعد كده جهز نفسه بقنبله مضيئه وفجرها فقتل بها عدد كبير جدا من مصاصي الدماء. وباد دخل في معركه مع مساعد اودري لكن كان شكلها قويه عليه وشكله كده كان هيموت بسرعه، بس المساعده وصلت له بسرعه. كانت عباره عن سيس وهيزر اللي وصلوا عنده علشان يساعدوه وطلبوا منه يكمل طريقه وهم هيتصرفوا مع البتاع ده. وفعلا باد مشي وهم دخلوا في معركه معاه وشكلها كده هتكون معركه صعبه عليهم هم كمان. وباد راح لاودري علشان يقتلها لكن كانت سريعه جدا وقويه جدا عليه وضربت
ضربته بكل بساطه، وسيس لسه بيتضرب هو والبت اللي معاه بدون اي رحمه من مساعد اودري. وكمان باد من كتر ما اتضرب من اودري نفسها قال كان المفروض اشوف اي وظيفه تانية اشتغلها. واودري بعد ما طحنت باد كانت هتحوله، لكن جوز طعنتها في ظهرها فانقذت باد مؤقتا واتضربت بداله. والاتنين دول توصلوا لحل حلو علشان يخلصوا من البتاع ده، وهو انهم فصلوا ادرعته منه بعد ما طحنهم، وبعد كده قتلوه بكل بساطه. وباد قام ينقذ مراته قبل ما تموت علشان كانت بتحاول تنقذه، وضرب على اودري طلقه فبصت له وهي كلها ثقه وهي ماسكاها كده وقالت له انت نسيت ان انا مش سهله ولا ايه؟ وهجمت عليه بكل سرعتها فوقف وهو مستسلم وفقد الامل، لكن طلع مش سهل. وده لانه حاطط نفس الفخ اللي مصنوع من سلك قوي، اول ما فاتت من عليه الراس اتقطعت، ففرح بالفخ وقال مش قلتلكوا دايما بينجح في انه ينفذ مهمته. وبعد كده خد عيلته وراح لسيس وهيزر، وسيس كان فرحان بنفسه قوي لانه خد انياب الراجل ده، وكمان لانها هتكون غاليه، وكمان الاهم انه ما غرقش البنطلون. لكن ما لحقش يفرح كتير لان هيزر قالت له انت ما غرقتش البنطلون لان مصاصين الدماء ما بيعملوش زي الناس. فعيني رجع حس بالاحباط تاني وخرجوا من المكان، وبات شاف طاقية بيج جون وهو خارج فحس بالحزن وخدها معاه. ولما خرجوا لقوا مدير الاتحاد في وشهم وكان ناوي يطرد بات، لكن كل ما كان بيلاقي القانون يطرده بيه سيس كان بيدافع عنه ويجيب له ثغره في القانون فما يعرفش يطرده. وبات رجع التاني عاش مع عيلته وخرجوا مع بعض من الموقع المشبوه ده. وبعد ما مشيوا بيج جون طلع من الصرف وهو مولع سيجاره ومزاجه عالي، وده لانه لسه ما ماتش. وهنا بيخلص فيلمنا، واتمنى تعملوا لايك واشتراك للقناة، ويلا بينا نبدأ الفيلم التاني. والفيلم بيبدأ بدكتور مايكل موربيوس وهو في مكان اسمه تلال الموت في كوستاريكا، ونزل عند مكان جبلي وكان قدامه كهف غريب ومرعب، وقال للرجاله اللي معاه حطوا الفخ على باب الكهف. ودكتور مايكل وقف قدام الفخ وجرح ايده جرح قوي بسكينه، ولما الدم نزل منها الخفافيش اللي في الكهف بدأت تشم وتتجنن وهجموا على الدم، وكان عددهم كبير بطريقه مرعبه وفي شويه منهم اتحبسوا في الفخ. المهم احنا هنسيبهم محبوسين كده وهنروح اليونان قبل 25 سنه من الاحداث اللي انتوا شفتوها دي. ومايكل كان لسه طفل وعايش في دار رعايه للناس اللي عندهم امراض غريبه، وده لانه كان عنده مرض نادر جدا في الدم. وفي يوم من الايام في طفل تاني راح لنفس المكان وكان عنده نفس المرض، والطفل ده اسمه لوسيان، لكن مايكل سماه مايلو، هو غتاته كده. ومايلو ده بقى عارف ان مايكل بقاله كتير في المكان ده ولسه ما اتعالجش، وهو مايكل كان خنزير معاه شويه وقال له احنا ملناش علاج لان في حاجه مفقوده في الحمض النووي بتاعنا، ولو ما خدناش الرعايه الصحيه الصحه هنموت. وقطع كلامهم شويه طلاب خنازير خارجين من المدرسه اللي جنبهم وفضلوا يتريقوا عليهم عشان مرضى، متخيلين التنمر وصل لفين. وفجاه الجهاز اللي مايلو متوصل عليه حصل فيه عطل فاغمى عليه، وكان داخل لمرحله الموت. ومايكل لما شاف كده حاول يساعده بسرعه واستخدم قلم عشان يصلح الجهاز، وخد منه السوسته اللي فيه وفعلا صلح الجهاز. ولما اشتغل مايلو فاق تاني، والدكتور اللي مسؤول عنهم اسمه نيكولاس لما عرف اللي حصل قال انا كبهير انبهرت، لانه كان محتاج فريق كامل من العلماء عشان يصنعوه وانت صلحته بكل بساطه بسوسته قلم. وبصراحه كده هحس بالذنب لو دفنت موهبتك دي، وهوصي عليك في مدرسه للموهوبين وهم اللي هيتكفلوا بكل مصاريفك، لان بصراحه انت موهوب وخساره تضيع. ومايكل ساب رساله لمايلو وقال له ده مش وداع لاني هلاقي العلاج لينا عشان نعيش لحد ما نعجز. ودكتور نيكولاس وعد مايكل انه هيرعى مايلو ويهتم بيه. ونروح بقى بعد ما مايكل كبر ورجع من رحله صيد الخفافيش اللي هو كان فيها، وحضر حفله معموله عشان يتكرم على اختراعه، وهو انه طور الدم الصناعي لدرجه انه انقذ حياه ناس كتير جدا، والمفروض ان ملك السويد هو اللي كان هيكرمه بجائزه نوبل. لكن مايكل موربيوس رفض يتكرم لانه شايف ان اللي هو وصل له ده كان نتائج جانبيه لتجربه فاشله هو كان بيعملها. ومارتن الدكتوره المساعده ليه وكمان حبيبته استغربت منه لان الجائزه دي كانت هتعيشه ملك بقيته عمره، وغير المستثمرين اللي هيطلبوا يشتغل معاهم في كل انحاء العالم. لكن هو ما كانش مهتم باي حاجه غير انه يلاقي علاج لمرضه. ومارتن قالت له طب هو مايلو الداعم الساخي بتاعك يعرف التجارب اللي انت بتعملها هنا؟ والتجارب دي هي انه بيحاول يخلط الدم البشري مع دم الخفافيش عشان يلاقي علاج لنفسه. وخد جزء كده من خفاش مسؤول عن هضم الدم اللي الخفاش بيمصه وحطه في جهاز عشان يطلع له المصل ده. ولما المصل طلع خده عشان يختبره على فار تجارب، والفار بعد وقت بسيط جدا ما استحملش المصل ومات. وبعد كده مايكل فقد الامل، ومارتن لقت الفار فاق ولسه عايش فاتصدمت وقالت لمايكل. وهو اول ما عرف ان التجارب بتاعته نجحت فرح وراح لمايلو صديق طفولته، ودي بقى فيلة مايلو. وكان عنده شويه جردات تحس انهم بيبان، ولما دخله كان دكتور نيكولاس عنده عشان هو اللي مسؤول عن رعايته لحد دلوقتي. ومايكل خده وخرجوا يتمشوا، وبعد كده قال له انا لقيت العلاج لمرضنا خلاص، لكن لسه محتاج شويه دراسه واختبارات، وعشان كده انا هختبره على نفسي، بس لازم اكون في مركب في نص البحر لزوم الامان. ومايلو وفر له المركب اللي هو محتاجه،
وكمان كان معاه شويه ناس مرتزقه ومسلحين لزوم الحمايه من اي خطر، ومعاه المساعده بتاعته مارتن. وجهز المصل اللي هيحقن نفسه بيه واداه لمارتن اللي حقنته بيه وربطته في سرير عشان ما يعملش اي تصرف مش طبيعي، وكمان كان محبوس في غرفه المفروض انها امان. وفي واحد من الجماعه المرتزقه اللي معاهم لقى الكهرباء بترعش، فراح عشان يشوف هما بيعملوا ايه، ولما دخل المختبر فجاه مايكل اختفى من قدامهم، فدخلوا عليه الغرفه ومارتن شافته لازق في السقف وشكله بقى مرعب. والراجل ده اول ما شافه خاف واستدعى اصحابه، وبعد كده بدا يضرب نار عليه، لكن مايكل هجم عليه وكان سريع جدا، ومارتن لما شافت كده خافت فخرجت من الغرفه بسرعه وقفلتها عليه، وحاولت تكلمه عشان يوقف اللي هو بيعمله، لكن لا حياه لمن تنادي، وبدا يضرب ازاز الغرفه بكل قوته وكان سريع جدا عشان يدمره. ومارتن خافت منه، وباقي الرجاله وصلوا ومجهزين اسلحتهم، فحاولت تمنعهم من انهم يستخدموا الاسلحه، لكن في واحد منهم زقها فطيرها فلزقت في جهاز من الاجهزه ووقعت فاغمى عليها. ما بالراحه يا حيوان انت مش تفتح، دي لطيفه خالص. وفي الوقت ده مايكل دمر الغرفه اللي هو فيها وخرج، ولما شافها وقع على الارض اتجنن وكان سريع لدرجه انه بيتخطى الرصاص وخلص على كل اللي واقفين قدامه بكل بساطه في كلمه ونص. ورجع بص تاني على مارتن وكمل هجومه على باقي اللي في المركب، ومرتاحش غير لما خلص عليهم كلهم. وبعد كده جسمه بدا يرجع لشكله الطبيعي تاني، وكان اكتر قوه وحيويه، غير انه بيقدر يقف على رجله مش زي الاول كان عاجز. واتصدم من كميه الناس اللي هو قتلهم، وراح يشوف مارتن عشان يطمن عليها، ولقاها لسه فاقده الوعي لكن عايشه. فراح راجع الكاميرات اللي في المكان وشاف اللي حصل، فاتصدم اكتر وكلم الاستغاثه في اللاسلكي وقال لهم ان اللي في السفينه محتاجين مساعده. وراح خد المصلين الباقيين من اللي هو صنعه ونط من السفينه في البحر، والمساعده وصلت. ولما شافوا جثث كتير الشرطه اتدخلت، والمسؤول عن القضيه المحقق استراود وصاحبه رودريجيز، ولو ان كل الناس الميته دمهم ممصوص، ولما حبوا يراجعوا الكاميرات لقوا ان الداتا بتاعتها متدمره. وبعد كده شافوا ورقه معموله على شكل خفاش، ودي شبه الالعاب الورقيه اللي مايكل مشهور بيها، فشكوا ان هو اللي عمل كده، وخاصه لان الدكتوره المساعده بتاعته موجوده في المركب. وتاني يوم مايكل راح للمستشفى اللي هو شغال فيها، وكمان مارتن بتتعالج فيها عشان يطمن عليها. وبعد ما اطمن عليها دخل المختبر بتاعه، ولقى نفسه بدا يرجع تاني لعجزه انه مش قادر يقف على رجله، وده بسبب مرضه. فطلع المصل اللي هو صنعه وحطه على المكتب، وراح بسرعه لمخزن الدم الصناعي المعدل اللي هو مصنعه، وبدا يشرب من اكياس الدم الابيض. وبعد ما شربه رجع لصحته تاني وبقى قوي، فظبط الساعه بتاعته عشان يعرف مفعوله بيدوم قد ايه. ولما حب يختبر قدراته كان بيتشقلب في المعمل، ورجله بقت قويه لدرجه انه متعلق عليها، بخلاف الاول ما كانش بيقدر يقف عليها اصلا. وبعد كده فتح الغرفه اللي الخفافيش محبوسين فيها ودخل معاهم، والخفافيش رحبوا بيه وكانوا بيطيروا جنبه كانه واحد منهم، ومحدش فيهم فكر يهاجمه زي ما بيعملوا مع اي حد، غير انه اكتشف انه كسب شويه قدرات تانية من الخفافيش، ودي عباره عن حاجه شبه الرادار في عينه. وكمان قوه السمع عنده بقت قويه جدا لدرجه ان لو نمله ماشيه جنبه ممكن يسمعها. وبعد كده اكتشف ان القدرات دي وقتها محدود، لان الدم الصناعي اللي هو عايش عليها يخليه زي الفل لمده 6 ساعات بس. فحبس نفسه في غرفه عزله عشان يشوف ايه اللي هيحصل له لو ما شربش دم، وبدا ياكله شبه المدمنين ومش قادر يسيطر على نفسه. وبالصدفه صاحبه مايلو راح له عشان يطمن عليه، وشاف المصلين اللي على المكتب. وبعد كده شاف مايكل وهو محبوس وكتب له على ازاز الغرفه هات لي دم. ومايلو دخل غرفه الدم بسرعه وجاب له كيس دم، ولما مايكل شربه قدر يقف على رجله. ومايلو لما شاف كده فرح قوي وقال له انا عاوز من العلاج ده، لكن مايكل رفض يديهوله لانه خطر، وقال له انا بسبب المصل ده قتلت ناس. لكن مايلو ما اهتمش باي حاجه وقال له عادي، دول كانوا شويه مرتزقه ونقدر نخفي الموضوع. ودي ممرضه كانت شغاله في نفس المستشفى، وفي اليوم ده اتاخرت في المستشفى وكانت ماشيه في المكان الضلمه ده، وفجاه حست بحركه وراها فخافت. وبعد كده شافت حاجه شكلها مرعب بتقرب منها، فحاولت تهرب وجريت لحد ما وصلت للنور. ولما قادته ما لقتش حاجه وراها، لكن فجاه في ايد مصاص دماء مسكتها وبدات تمص دمها وهي كانت بتحاول تهرب لكن بدون فايده. وتاني يوم مايكل كان في المستشفى، وبسبب قدرته على السمع سمع الصوت ناس بتتكلم عن الدكتوره اللي ماتت، والدكاتره كانوا بيقولوا ان في حاجه مصت الدم اللي في جسمها كله. فاتصدم لانه خاف من نفسه بسبب اللي بيعمله، وطبعا كان مفكر نفسه بيعمل كده وهو مش في وعيه. فقرر انه يبعد عن الناس خالص. لكن قبل ما يخرج من المستشفى الضابط ستروود المسؤول عن قضيته وقفه وقال له اسمح لي اشكرك الاول، لان الدم الصناعي اللي صنعته انقذني قبل كده، وكمان محتاجك تيجي معايا لاني عاوز اسالك شويه اسئله. لكن مايكل رفض يروح معاهم وضربهم وهرب من المكان، وكان سريع جدا لحد ما وصل للسطح. وفجاه فقد تحكمه في نفسه لان مفعول الدم راح، والمحقق كان وراه وهدده بسلاح، ومايكل استسلم. ولما قبضوا عليه بدا يدرس حالته وهو في السجن، وعرف ان مفعول الدم الصناعي قل من 6 ساعات ل 4 ساعات و22 دقيقه. وصاحبه مايلو راح يزوره، ومايكل قال له انا مش عارف انا قتلت الدكتوره دي امتى لاني فقدت الوعي، ولما فقت عرفت انها ماتت.
ومايلو قال له انا مش مصدق انك ممكن تعمل كده لانك بتعالج الناس ما بتقتلهمش ومستحيل تكون انت اللي عملتها. ولما الزياره خلصت مايلو ساب له كيس دم وقال له ده هيساعدك عشان حالتك تستقر. ولما خرج من المستشفى مايكل اكتشف ان مايلو خد المصل، وده لانه بقى بيقدر يمشي، وساب العصايه اللي هو بيتعكز عليها عند مايكل في السجن، فاتضايق جدا وما قدرش يسيطر على نفسه وشرب كيس الدم وبقى قوي فدمر جدار السجن وهرب عشان يروح ورا مايلو. وفعلا شافه كان بيشتري حاجات، وبعد كده قتل الراجل صاحب المكان عشان يمص دمه، وقال له انت ليه خدت المصل مع اني حذرتك منه انه هيحولك لوحش. لكن مايلو كان شايف ان التحول ده حاجه حلوه مش وحشه، وقال له انا اللي قتلت الممرضه لاني ما كنتش في وعي، لانه كنت لسه واخد المصل جديد. ولما اختلفوا في الكلام مع بعض بداوا يضربوا بعض، وكانوا صراع جدا وهم بيضربوا بعض، ودخلوا لمحطه مترو وهم لسه في خناقتهم، والشرطه وصلت لهم عشان تقبض عليهم. لكن مايلو كان فرحان بقوته وخلص عليهم، وكان فخور قوي بنفسه وبيرقص في وسطهم من كتر فرحته. ومايكل لما شافه بيعمل كده عرف ان مفيش منه فايده وسابه ومشي. لكن مايلو راح وراه عشان يخلص عليه، وبعد شويه ضرب مايكل سمع صوت قطر جاي، فاستخدم قوه الطيران بتاعته اللي هو لسه مكتشف انها عنده طار، وفضل طاير قدام القطر لحد ما هرب من مايلو لانه مش عاوز يحاربه. وراح يقابل مارتن الدكتوره المساعده بتاعته، قال لها مش انا اللي قتلت الممرضه ولا حتى الضباط بتوع الشرطه، ومايلو هو اللي بيعمل كده ولازم اوقفه ومحتاج مساعدتك. وقال لها على شويه حاجات تجيبها له من المختبر بتاعه، وسابها ومشي ورا شويه عيال سمع ان عندهم معمل لصناعه المخدرات، لحد ما عرف مكان المعمل ده ودخل عليهم. وكل اللي هو عمله ضرب واحد منهم بس والباقيين هربوا. واللي اتضرب ده سأل مايكل انت مين يا عم؟ ومايكل قال له I am Venom، وكان شكله مرعب قوي بصراحه. والواد خاف واختفى هو كمان. ومايكل بدأ يستخدم الاجهزه اللي في المعمل ده عشان يصنع الجهاز اللي يلزمه عشان يصنع مصل مضاد للي حصل لهم. وفي نفس الوقت مايلو كان فخور قوي بنفسه وقوته، كان عمال بيستعرض في نفسه. ولما حس انه جعان خرج عشان ياكل، وشاف 3 شباب خارجين من نادي ليلي فنزل مصمصهم. ومارتن لما راحت للمعمل عشان تاخد الحاجات اللي مايكل محتاجها لقت مايلو هناك فاتصدمت، وقالت له لو عارفه انك هنا كنت جبت لك معايا اكل. وهي خدت اخر عبوه من المصل اللي بيحولهم ده واللاب بتاع مايكل وراحت له عشان تعيش معاه لانها بقت مطلوبه من الشرطه هي كمان. وصباعها اتجرح وطلع منه دم، ومايكل لما شم ريحه الدم بدا يتحول. ومارتن لما شافته كده خافت منه وحاولت تفوق بسرعه، وهو فاق واعتذر لها وقال لها ما تقلقيش انا مش عايش دور دراكولا ولا حاجه. لكن هي قالت له خالص انا حسيت ان اللي حصل ده كان رومانسي جدا. المهم ان مايلو طلع كان بيراقبها وعرف المكان اللي هم عايشين فيه، والشرطه راحت تحقق في موت الشباب اللي مايلو اتعشى بيهم امبارح. وكانوا شاكين ان مايكل هو اللي عمل كده، لكن لما شافوا الكاميرات اللي في المكان عرفوا ان ده شخص تاني ونشروا صورته في الاخبار. والدكتور نيكولاس اللي كان مسؤول عن حاله مايلو شاف الصوره وعرف ان ده مايلو، فراح له عشان يقول له انت ورطت نفسك في ايه. لكن مايلو ده طلع مصاص دماء خنزير وجرح نيكولاس في بطنه، وبعد كده ضربه وسابه وهو بيموت. ومايكل صنع مصل المفروض انه سام للخفافيش ومميت للبشر، يعني اللي هيتحقن بيه على طول هيموت. وكان صانع منه عبوتين. ومارتن قالت له طب والعبوه التانيه دي لمين؟ فقال لها لازم انا كمان اموت لاني قريب مش هينفع اتغذى غير على الدم البشري. وبعد كده جاله مكالمه من نيكولاس وهو بيودع وقال له انا محتاج مساعدتك. ومايكل راح له بسرعه وكل اللي هو سمعه منه انت لازم توقفه. وبعد كده مات. وفي نفس الوقت مايلو كان عند مارتن وقال لها اتصلي بيه لاني عاوزه يسمعك وانا بقتلك. ومايكل كان سمعه اصلا بسبب قوه السمع بتاعته، فوقف وهو متضايق وخايف على مارتن وسمع كل اللي بيحصل عندها، وبدا يطير بكل سرعته عشان يوصل لها. والطريق كان طويل لكن وصل عندها بسرعه ولقاها واقعه في الارض وبتنزف وهتموت. فقالت له استخدم دم عشان تكون قوي وتقدر توقفه. فنزل بسها وهي جرحته ونزل منه دم في بقها، وبعد كده ماتت. فاتضايق وكان حزين جدا ومص دمها. وبعد كده شاف مايلو قدامه وبداوا بقى معركتهم مع بعض، وكانت معركه قويه جدا. ومايلو جرح مايكل جرح قوي في بطنه ومبقاش قادر يوقف. وبعد كده مسكه ورماه بكل قوته ونزل فوق عشان يكمل ضرب فيه. ومن قوتهم دمروا الارض ونزلوا تحتها. ومايكل صرخ بكل قوته وكانت صرخه قويه جدا طلعت موجات مشيت في المدينه كامله. وبعد كده اغمى عليه ووقع. وفجاه في جيش خفافيش مالوش عدد راح له وفضلوا يطيروا حواليه اللي هو يعني بيستجيبوا للصرخه بتاعته. وبداوا يشيلوه لحد ما وقف على رجله. ولما فاق لقى مايلو دخل عليه عشان يقتله، لكن هو اللي ضربه ضربه قويه بالخفافيش وكان بيتحكم فيهم بايده ووجههم كلهم على مايلو. وبسببهم معرفش يقوم من مكانه. ومايكل عرف يوصل له وحقنه بالمصل اللي هيقتله. ومايلو فجاه قلب قطه بلدي وقال له ما تقتلنيش، لكن فات الاوان لانه مات خلاص. ومايكل زعل عليه جدا لكن ما كانش فيه حل تاني. والشرطه وصلت للمكان ولقت الارض متدمره. وفجاه في جيش خفافيش طلع منها ومايكل كان طاير في وسطهم. والخفافيش بقت ماليه المدينه. ومارتن صحيت فجاه وعينيها بقت لونها احمر وشافت مايكل وهو طاير وشكلها كده بقت زيهم. وده بقى مشهد من بعد ما الفيلم خلص. والاحداث اللي كانت حصلت من
دكتور سترينج في فيلم سبايدر مان نو واي هوم لما دخل الاكوان في بعضها، واللي ما شافش الفيلم ده هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. المهم ان ده اثر في العالم بتاع مايكل، وبعت عندهم واحد اسمه توم، وده شخصيه شريره في فيلم سبايدر مان هوم كامينج. ومن حسن حظه انه نزل في زنزانه، لكن الشرطه لما شافته طلعوا له انه المفروض انه مش مدان عندهم وما يعرفوش مين ده اصلا، وهو صنع بقى ايه بدلته تاني عشان يعني يستخدمها في اعمال الشر بتاعته، لكن صنعها المره دي بشكل اقوى شويه. وراح قابل مايكل موربيوس وقال له انا مش عارف انا جيت هنا ازاي، وتقريبا ده ليه علاقه بسبايدر مان، بس اللي اعرفه ان الكلام ده كله مش هيفرق، لان المكان هنا عجبني، واظن الناس اللي هم زي امثالنا كده المفروض يبقوا فريق عشان نعمل شويه حاجات حلوه مع بعض. ومايكل قال له حبيبي، واتمنى تكون المشاهده عجبت حضراتكم، واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك الجميل وتفعلوا زر الجرس، وشكرا على وقتكم.